والإسلام، فرسالة السلام في الأرض لا تزول من سالف الزمان، والدين هو الإسلام، فرسالة السلام في الأرض لا تزول. حكايات كثيرة فصولها مثيرة، ترقق المشاعر وتخاطب العقول، وأجمل الحكايا في البدء والنهاية تلك التي حكاها بنفس الرسول. قصة زوجة فرعون وأصحاب الأخدود، قصة أصحاب الصخرة، قصة عاد وثمود، ومن نجا ببدنه ليكون للناس آية، ومن طغى وأفسد وهلك في النهاية. حكايات كثيرة فصولها مثيرة، ترقق المشاعر وتخاطب العقول، وأجمل الحكايا في البدء والنهاية تلك التي حكاها بنفس الرسول. اطمئن أيها الكبش الطيب، فسوف نعاملك برفق حتى يأتي موعد ذبحك في العيد إن شاء الله. نعم نعم، لدينا من الماء والبرسيم ما يكفيك حتى يحين العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي أيتها الشجرة لأقلمك وأهذب غصونك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه. ترى متى يصبح معي ثمن كبش مثل هذا لأحضره لأولادي في العيد فيفرحوا به ويأكلوا من لحمه اللذيذ؟ إنه حلم جميل ولكنه شبه مستحيل. لماذا توقفت؟ قلت لك لا تخف. سبحان الله، لماذا ينظر هذا البستاني هكذا إلى الكبش؟ إنه كبش كبير يا أبي. نعم يا خالد، حتى يكفينا جميعا. يكفينا نحن في المنزل؟ يكفينا نحن وأصدقائنا وجيراننا الذين سنعطيهم من لحمه بعد ذبحه، ويكفي أيضا الفقراء الذين سنعطيهم منه لأنهم لا يستطيعون شراء كبش في العيد. نعم يا أم خالد، فهناك فقراء كثيرون لا يستطيعون شراء الكباش في العيد. وما اسم هذا الكبش؟ في الواقع إنه لم أسمه بعد. سأسميه أنا مسرور. نعم، فهو مسرور لأنه عندنا بالبيت، سيكون صديقنا ونلعب معه. أخشى أن يحدث مثل ما حدث العام السابق. وماذا حدث في العام السابق؟ تصادق مع الكبش السابق وحزن كثيرا عندما تم ذبحه. ولكن الكبش نفسه لا يحزن عندما يتم ذبحه. لماذا يا أبي؟ لأن الله خلقه من أجل ذلك. من أجل أن يذبح في العيد؟ نعم، في العيد وغير العيد، فهذا هو دوره في الحياة، وهو لا يدري بما يفعلونه به. مبارك عليك هذا الكبش يا سيد ناصر، إنه بالفعل آخر الكباش المحترمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تتذكرني؟ وكيف أنساك وقد اشتريت مني كبشا كبيرا أمس؟ أريد كبشا آخر اليوم.
وفي مثل حجمه تماما. وماذا عن كبش أمس؟ ألم يعجبك؟ بل أعجبني، ولكنني أريد كبشا إضافيا. كبشان في عيد واحد؟ هو ليس لي، ولكنه للبستاني الذي يعمل في حديقة جاري حمدان. ولماذا لم يأتي ليختار كبشه بنفسه؟ لأنه لا يعرف أنني سأشتري كبشا له، ويجب ألا يعرف. أعتقد أن هذا الكبش مناسب. ولكنه لن يقل ثمنه عن كبش أمس. لا عليك، سأشتريه حالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل أنت ودود البستاني؟ نعم. تفضل، هذا الكبش لك. تقصد لسيدي حمدان صاحب المنزل؟ لا لا، هو لك أنت. أنا؟ كيف؟ أنا لم أشتري أي كبش. اشتراه مني رجل ليهديه إليك. يهديه لي أنا؟ ومن هو هذا الرجل؟ لقد أوصاني ألا أبوح لك باسمه، يكفي أن تعرف أنه فاعل خير. فاعل خير؟ سبحان الله، لقد تمنيت بالأمس فقط أن يكون لي مثل هذا الكبش. الحمد لله رب العالمين. هل لي أن أطلب منك شيئا؟ أطلب أي شيء إلا أن أخبرك بمن هو فاعل الخير. فقط أبلغ شكري الجزيل لقاء هذا الجميل الذي صنعه معي. أخبرني تاجر الكباش أن بستاني جارنا حمدان قد سعد كثيرا بالكبش على قدر دهشته. جعله الله في ميزان حسناتك يا حبيبي. تعرفين يا فاطمة، أكاد أكون أسعد من البستاني بهذا الكبش الهدية. نعم، إنها متعة العطاء يا زوجي العزيز، ولكن لماذا أصررت أن تتصدق عليه بكبش كبير مثل كبشنا؟ لأنني رأيته وهو يرى كبشنا، وكأنه يريد أن يمتلك مثله تماما. لقد جعلك الله تراه وهو ينظر إلى الكبش حتى تتصدق عليه بمثله. كما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وأنا أحببت هذا الكبش وأريد أن أنال البر. هيا هيا، فرصة رائعة. كبش كبير، لحمه كثير وبرسيمه قليل، يأكل بقايا الثريد ولا يطلب المزيد. ماذا؟ كيف ذلك؟ الصفقة رابحة والسعر مفاجأة. ودود البستاني؟ أهلا بجارنا العزيز. هل تركت مهنة البستاني وأصبحت تاجر كباش؟ لا والله. ولماذا تبيع هذا الكبش إذن؟ هو في الواقع سر يا سيدي. أريد أن أعرفه، وأعدك ألا أبوح به. هذا الكبش أهداه إلي فاعل خير، ثم عدت به إلى بيتي وأولادي في آخر اليوم سعيدا به. حسن، وماذا بعد؟ لمحت جاري بشار ينظر إلى الكبش عن بعد، وكأنه يتمنى أن يكون لديه مثله، ولكنه فقير مثلي لا يستطيع شراء كبش في العيد. سبحان الله. فرأيت أن أبيع هذا الكبش الكبير وأشتري بثمنه كبشين صغيرين، واحدا لي وواحدا لبشار. يا لك من رجل طيب، وسأساعدك أنا على فعل هذا الخير الذي تنويه. كيف ستساعدني؟ سأشتري منك هذا الكبش الكبير وبالثمن الذي تحدده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنت بشار؟ نعم. تفضل، هذا الكبش لك. ولكني لم أشتري كبشا. اشتراه لك فاعل خير وأصر ألا يبوح باسمه. فاعل خير يشتري كبشا لي أنا؟ سبحان الله، لقد تمنيت بالأمس أن يكون لدي كبش كهذا أحضره لأولادي في العيد. الحمد لله رب العالمين. هل لي أن أطلب منك شيئا؟ اطلب أي شيء
إلا أن أخبرك باسم فاعل الخير. فقط أبلغه بأنني أشكر له هذا الجميل الذي صنعه معي. هذا هو الكبش الذي اشتريته من البستاني ودود. وهذا هو ثمنه يا سيدي. احرص على أن يظل الأمر سرا بيننا. اطمئن، فلن يعرف ودود البستاني أنك أنت الذي اشتريت له الكبش الكبير، ولن يعرف بشار جار ودود أن ودود هو الذي اشترى له الكبش الصغير. وهل طلب منك ودود ذلك؟ نعم، أراد أن تظل صدقته في السر، مثلما فعل معه فاعل الخير الذي لم يعرف بعد أنه أنت. الحمد لله. والله يا سيدي، كنت أريد أن أشارككم هذا الخير الذي فعلته أنت وودود على حد سواء. لقد شاركتنا بالفعل عندما أحضرت الكباش إلى منزلي ومنزله ومنزل بشار أيضا. ليتك شاهدت معي الفرحة التي ملأت قلب ودود وقلب بشار عندما فوجئ بأن فاعل خير مجهولا قد أهدى إليهما الكبش الذي كان يتمنيانه في العيد. هكذا فرحة العيد يا عزيزي، تكبر وتزيد عندما نتقاسمها بيننا جميعا. حكاية نبينا اختارها لقيمة يعلمها لنا، فالعدل والوفاء والصدق والذكاء زينة أعمالنا. حكاية نبينا اختارها لقيمة يعلمها لنا، فالعدل والوفاء والصدق والذكاء زينة أعمالنا. حكايات كثيرة فصولها مثيرة، تربي كل مشاعر وتخاطب العقول، وأجمل الحكاية في البدء والنهاية تلك التي حكاها بنفسه الرسول. حكايات كثيرة فصولها مثيرة، تربي كل مشاعر وتخاطب العقول، وأجمل الحكاية في البدء والنهاية تلك التي حكاها بنفسه الرسول.